كامله. مبروك اذا للزمالك المصري بالتواجد في المربع الذهبي، وكيرافق فريق نهضه بركان المغربيه. زوز فرق عربيه موجوده في الدوره نصف النهائي، نستناو زوز فرق الاخرى، النجم الساحلي والنادي الافريقي. النجم الساحلي يلعب ضد سمارة المغربي بعد شويه، والنادي الافريقي ايضا يلعب اليوم ضد الهلال الليبي. ان شاء الله بالتوفيق للفرق التوانسه زوز. ان شاء الله نشوفوا مربع ذهبي في لوك جديد، مربع ذهبي فيه مردود فني كبير، خاصه نستناو مواجهه كبيره والشوك بين النادي الافريقي والزمالك المصري. صحيح، نستناو في ابارتير دو دومي فينال باش نشوفوا ماتشات قويه. الشيء اللي نتمناه انه المستوى بتاع التحكيم يرقى لمستوى دور النصف النهائي، باش يكون فما جمهور حاضر يظهر لي في مباريات النصف النهائي. نتمناو انه الروح الرياضيه معناها تميز اللقاءات هذه، ولو انه الروح الرياضيه توا ما بين زوج فرق ماهيش علاش، خاطر بتقدم المباريات راهو نشوفوا توا في المشاكل هذه، نشوفوا مشاكل زايده، نشوفوا هنا مشاكل زايده للفريق الليبي، الاعتداء بالعنف، لقطات ما حبيناش مشاكل نشوفوها، زايده، وفوضى كبيره مشاكل زايده في القاعه، مشاكل زايده ماتش وفي زايد فريق الليبي. المشاكل هذه بطوله افريقيا، ما حبيناش المشاكل هذه تصير، ما حبيناش المشاكل هذه تصير. يعني امور كثيره اللي قاعده تصير في القطاع حاليا، وخصوصا انهم فرق عربيه، وخصوصا انهم فرق عربيه زايد معناها ما لقطة ما عندنا ما نقولوا عليها كان دون تعليق بين الزمالك المصري والجزيرة الليبي. للأسف معها ننهيو تغطيتنا اليوم لمباراة الزمالك المصري والجزيرة الليبي، وتأهل الزمالك المصري 30-22 بعد التأهل لنهضة بركان المغربية. إن شاء الله مباراة النجم الساحلي وسمارة المغربي وأيضا النادي الأفريقي والهلال الليبي تكون بعد شوي في روح رياضية كبيرة. تحية كبيرة للزملاء الكل اللي حاضرين اليوم في قصر الرياضة بالمنزه، وإن شاء الله مباريات الزوز القادمين نشوفوا فيها روح رياضية كبيرة، وبالتوفيق للنادي الأفريقي والنجم الساحلي.